شفت المشهد الحقيقي قوي بتاع دينا الشربيني لما رجع لها الشخص اللي مش عايز يتجوزها، وهم بقى لهم 3 سنين بيسيبها ويرجع لها، بس بيرجع برضه يقول لها انا مش قادر اتجوز بس بحبك وحشتيني. المشهد ده تقع فيه ستات كتير، ايا كان وقع مع شخص مش عايز يرتبط او شخص سام بيدخل في الاول يعمل لها لاف بامبنج، وبعد كده يبدا النقد، التقليل، التحكم او ايا كان السلوك السام، وبعد كده اختفي، تتدمر، تقعد كتير جدا ساعة بتحاول تهيل، هي بتتحسن كأن حد بيقوله، وفجأة يروح داخل تاني حياتها، ياخد تاني كل طاقتها وتفضل في السايكل ده. واللي انا عايزه اقوله لك، لو انت بتمر بالتجربه دي، التجربه دي مش سهله، الشخص اللي بيعمل كده هو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، وعلشان كده انت محتاجه ناس تدعمك بس بالطريقه الصح، مش تلومك ومش تضايقك بالكلام. ولو ما فيش حواليكي الاشخاص اللي تعرف تعمل ده، ممكن تتابعي مع كوتش علاقات يقدر يساعدك ويدعمك، لان في اللحظات اللي هو بيرجع لك هو ما بيرجعش بالطريقه الوحشه، بالعكس بيرجع بكلام حلو قوي واتيتيود حلو. والاخطر ان يقول لك معنى اني برجع لك اني عشان بحبك، لو ما كنتش بحبك ما كنتش رجعت لك. بس ما تزعليش مني لو هقول لك الحقيقه، هو مش بيرجع لك عشان بيحبك، هو بيرجع لك عشان السلوكيات اللي بيعملها معاكي لو عملها مع حد تاني هيرفضه، مش هيلاقي حد يستحمل السلوكيات دي ويرميه، ولما يرجع له يقبله، فعشان كده بيفضل متمسك بيكي عشان انت اللي مستحمله اذاه. فبلاش تنخدعي بفكره ان هو بيحبك وتحاولي تديله فرصه، لانك ممكن تفضلي في اللوب دي سنين.